تم اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة 10:30 تنظيم وقت احتجاجية من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مؤازرة لساكنة حربيل تمنصورت حول المشاكل اللي تتعيشها هذه المنطقة وحول المعاناة اللي تتعيشها الساكنة من نقص في الماء ومن عدم ربطهم لا بشبكة الماء ولا الكهرباء، وكذلك من تفشي ظاهرة البناء العشوائي اللي عرفتها هذه المنطقة، حتى أن هناك تسجيلات اللي تمتت ما بين عشية وضحاها. وبالفعل كانت هذه الوقفة صبيحة اليوم، وتم استقبالنا من طرف المسؤولين ديال الولاية ديال جهة مراكش تنسيق الحوز، واللي كانت تمثيلية ديال الساكنة ديال حربيل تمنصورت، واللي شرحنا لهم جميع المشاكل اللي تتعانيها هذه الساكنة والحقرة اللي تتعاني منها هذه الساكنة. وفعلا تم تسجيل جميع الخروقات، وكان هناك وعد من طرف المسؤولين ديال الولاية على أساس أن غتتم دراسة جميع المشاكل وغيكون يكون الحلول ديالها في أقرب وقت ممكن. واش دابا يمكننا نطمئنوا الساكنه على انه هذه المشاكل تقريبا اللي طرقتوا لها، يعني انه يعني مقبل على ان ايجاد الحلول المناسبه لها؟ ولا كيف ما حضر الاجتماع ان كانت ممثله عن ديال الساكنه ديال حربيل تمنصورت، وفعل راهم نستمعوا لجميع العرض اللي قدم لرئيس ديال الشؤون العامه الداخليه ولا السيد الكاتب العام، وكان كانت الوسائل واضحه، وكان مسؤول على قسم التعمير، وان وعدنا بان هناك لجان راه خرجت حاليا على اساس ان تكون الهدم، وكذلك ان تعمل محاضر وتقارير حول هذه الظاهره، وكذلك ان المسؤول على الشؤون العامه الداخليه اننا اعطانا وعد بانه غيتصل حالا بالسلطات المحليه وغيشوفوا هذا المشكل ديال القله والندره ديال الماء.